رأيك بقى ان في مينيماليزم صحراوي وينفع في مصر وينفع في جميع الدول العربية اللي عندها طبيعة صحراوية زي حالتنا. تخيل ان شقتك قررت تتحول تحول جميل ورائع وبسيط ولذيذ وتحفة وجميل وصحراوي من غير ابيض ورمادي واللي هو المينيماليزم الشائع، الوان رملي بيج، شوية نباتات صحراوية اللي قلبك يحبها، شوية حجر طبيعي كده يفكرك بصاحبتك القديمة، لا مش صاحبتك دي، صاحبتك القديمة اللي هي الطبيعة اللي احنا هجرناها بقالنا فترة يعني. مش لا مش دي. الستايل ده بيفضل الهدوء، بس الهدوء اللي يعمله بني آدم، مش الهدوء اللي هو مش الهدوء اللي يخنق، لا هدوء في بني آدميني كده، في تاتش حياة، هدوء ناس عندها تذوق، يعني هدوء الناس اللي هي تقول للفرش اقعد بس ما تتدلعش. ميزته ان هو بيخلي الشقق الصغيره بتبان اوسع وبيزود الاحساس بالراحه، اجواء كده اجواء افلام علاء الدين، تحس ان انت علاء الدين. عيبه بقى ان انت لو لعبت في الالوان زياده هتقلب منك عمار يا صحراء، ولو لعبت في الخامات زياده هتحس انك في متحف جيولوجيا. التوازن هنا مفتاح اللعب. عايز شقه رايقه بس يبقى فيها سنس حراره لذيذ كده اطلع الصحراء. سلام.